أكبر سبب بيخلّي القرآن يدخل قلبك هو إنك تعيشه. رمضان شهر القرآن، يعني الفرصة اللي لازم ما تضيعش منك. لو بتحس إنك كل سنة بتقول السنة دي هاختم القرآن إزاي وبعدين هتلاقي نفسك مقصّر، فالفيديو ده ليه؟ النهارده هنتكلم عن إزاي تقوي علاقتك بالقرآن في رمضان، وتخلّيه جزء من حياتك، مش في رمضان بس، وتخلّيه جزء من يومك، مش حاجة بتحفظها وبتسمّعها، أو مش حاجة بتعملها عشان تعمل الواجب. افهم الهدف الحقيقي، القرآن مش مجرد كلمات بتقراها، دي رسالة من ربنا ليك، كل آية فيها معنى عظيم ممكن يغيّر حياتك، بس الفرق بين اللي بيأثّر وبين اللي بيقرأ وخلاص هو الفهم. جرّب تقرا الآيات وتفسّرها حتى لو جزء بسيط، واسأل نفسك سؤال: هي الآية دي معناها إيه؟ هي الآية دي تعني إيه؟ فكّر كده وتمعّن الآيات، تحس حاجة مختلفة جدًا. مبدئيًا أنا مش شيخ، بس إحنا بنساعد بعض ونحسّن من نفسنا، كلنا بنغلط وكلنا عايزين نصلّح من الغلط. تاني حاجة التدرُّج والتخطيط، ما تضغطش على نفسك وتحاول تختم القرآن في أسبوع، بس الأهم من كل ده إنك تستمر، حتى لو بجزء صغير يوميًا، تخصصه ليك يوميًا، يا سيدي حتى لو صفحة بس، حتى لو نُص صفحة، بس المهم إنك تقرا، واعرف إن القليل المستمر أحسن من الكثير المنقطع. تالت حاجة استغل الأوقات. رمضان كله بركة، بس في أوقات لو استغلتها هتلاقي نفسك بتقرا من غير ما تحس، زي مثلا بعد الفجر، زي قبل الفطار، ما بين التراويح. جرب تحط مصحف في أماكن مختلفة في البيت، أو ممكن تحمل تطبيق قرآن على موبايلك، ممكن تستغلها في وقت فراغك. رابع حاجة اسمع القرآن، لو مش قادر تقرا قرآن انت ممكن تسمع. سماع القرآن ليه تأثير كبير جدًا على قلبك، وبيخلّيك متصل بالقرآن طول اليوم. ممكن تسمع قرآن وأنت بتشتغل، ممكن تسمع قرآن وأنت نايم، ممكن تسمع قرآن وأنت بتاكل، وهتشوف الفرق في علاقتك بيه. 5 طبّق اللي بتقرأه. أكبر سبب بيخلّي القرآن يدخل قلبك هو إنك تعيشه في حياتك. لمّا تقرأ عن الصبر جرّب تكون صبور، لمّا تقرأ عن حُسن الظن حاول تطبّقه. لو عملت الحاجة دي في رمضان، أو حتى مش في رمضان بس، كل أوقاتك في وقت فراغك هتلاقي في تحسين في حياتك، وهتلاقي نفسك بتحب القرآن وبتحب تسمعه وبتحب تقرأه. هتلاقي القرآن بجد بيكلمك، وهتلاقي إنك قريب من ربنا فوق ما تتخيل. هتلاقي نفسك بتكلم ربنا وربنا بيكلمك. لو حاجة واحدة بس في الفيديو عجبتك ما تنساش تطبقها وتنشر الخير ده عشان نكسب سوا أنا وأنت. رعاية الله.